أي شيء في الحياة لما بنحب بنعرفه بنقطة مرجعية ليه أو بشيء هو بينتمي ليه. زي بالظبط كده مدينة معينة بنقول إن هي تبع دولة كذا أو بتقع على محيط كذا أو البحر كذا، فبنشوف حاجة أكبر هي بتنتمي ليها أو بنعرفها بيها يعني وبننسبها ليها. طيب الإنسان بقى لما بيجي بيعرف نفسه بيفرق في درجة وعيه، هو بينسب نفسه لإيه وهو منتمي لإيه. لأن في فئة من الناس لما بتيجي تعرف نفسها بتعرف نفسها باسمها، جنسيتها، عندها ممتلكات قد ايه، عندها شهادات قد ايه، وظيفتها ايه او مشروعها ايه او عيلتها ايه او جوزها مين او ولادها. هما بيعرفوا نفسهم بالاشياء دي، ولكن هما مش منتبهين ابدا ان الاشياء دي كلها زائله مش موجوده. هما مربطين نفسهم ومنتميين لاشياء وهميه. عشان كده لما بيفقدوا حاجه من الحاجات اللي هما معرفين نفسهم بيها بيبتدي ان هما ينهاروا، بيبتدي ان هما يحصل عندهم خلل، يحصل عندهم اضطراب. انما لو كل ما كنت واعية ان انا اربط نفسي بالشيء اللي انا بنتمي منه حقيقة اللي هو الله عز وجل، لان الله عز وجل خلقنا ونفخ فينا من روحه وجعلنا عباد لله، جعلنا خلفاء لله على الارض. فكل ما ادركنا ده كل ما ربطنا نفسنا بالله وعرفنا نفسنا بالله وانتمينا لله، والله عز وجل هو باقي، هو الحقيقة الوحيدة الموجودة في الكون. فكل ما أدركت ووعيت إن أنا أنسب نفسي وإن أنا أنتمي فعلا لله عز وجل اللي هو نفخ فيا من روحه وجعلني خليفة ليه وعبد من عباد الله في الأرض، كل ما أصلا أدركت قيمتي وأدركت إن أنا كائن مستحق لكل شيء جميل، وأدركت إمكانياتي وأدركت قدراتي وأدركت كل الأشياء الجميلة اللي ربنا خلقني عليها. فكل اللي أنا عايزاه منك دلوقتي إن انت تجيبي ورقة وقلم وتقعدي في هدوء وحقيقة تسألي نفسك السؤال ده: أنا فلانة، وتقولي اسمك وعرفي نفسك بعدها أنتمي لمين. أنا زينب اللي إيه، وابتدي طلعي بقى الحاجات اللي عندك وغيري مفاهيمك وغيري إدراكك وغيري وعيك بالنسبة للنقطة دي، هتفرق معاكي كتير جدا في حياتك.